انا معاك. فاضي بكره؟ معاك ان شاء الله باذن الله. نتقابل فاضي لك 7 بس في السيلز بكره اوفيس. اتفضل. باذن الله ان شاء الله. مستر انس، صباح الفل. صباح الفل. ايه الاخبار؟ تمام الحمد معاك عبد لله. السلام من دليني. كان الايجنتس من عندنا تواصلوا معاك الاسبوعين اللي فاتوا. اهلا بيك. اهلا بيك. طيب احنا كنا حاطين ريزرفيشن في البروجكت على الوحده اللي هي الثري بادرومز، فاحنا ايه اللي معطلنا؟ ايه اللي مخلينا لحد دلوقتي لسه ما حطيناش داون بيمنت؟ احنا مستنيين ايه يظهر قدامنا عشان نحط داون بيمنت؟ بص انا في كام نقطه كده الصراحه مش عاجبني. اولهم في البلان بتاعت اليونت، المطبخ مساحته صغيره جدا ضيقه. اوكي. تاني حاجه انا بصيت على الماستر بلان مفيش مساحات ظاهره، فانا حاسس انه العماير متكربسه مترصصه كده، مفيش مساحات. تالت حاجه انا حاسس ان الفتره دي اسعار اليونتس عامه بتتلم بتهدى شويه، فانا مش حاسس ان هو قرار صح ان انا اشتري دلوقتي، بحيث ان هو ممكن اليونتس دي ممكن اشتري دلوقتي وسعرها يقل قدام شويه. تحفه. فدول المين بوينتس الاعتراضات اللي عندي. طيب ممكن استاذنك نمسكهم حاجه حاجه؟ انا مبدئيا بكلمك بس في وقت مناسب. اتفضل. طيب موضوع المطبخ، انا معاك ان على فكره المطبخ صغير، والمين ستريم او اللي موجود في الماركت حاليا ان بقينا نلاقي توفير في المساحات شويه عشان نقدر نطلع من مساحه صغيره 2 و 3 بادرومز بسبب الاسعار. بطلنا نشوف ال 3 بادرومز الكبيره وال 2 بادرومز الكبيره، بدانا نطلع مساحات اصغر. بس خليني اقول لحضرتك على حاجه. انت تعرف ان هي الشقه انت تقدر تعيد تقسيمها من اول وجديد. انت عندك المعلومه دي، خصوصا ان هي مش متشطبه، هي فلات سلاب. فاحنا اي حيطان جوه الشقه ممكن نعيد تقسيمها. فده رقم واحد. رقم اتنين، انا لما بصيت على اللاي اوت، انت ببساطه شديده تقدر تفتح المطبخ على الريسبشن، فتقدر تقلبه امريكان. فديد يو كونسيدر الموضوع ده؟ انا ضد الفكره دي. انا ما بيعجبنيش موضوع الامريكان كيتشن ده اوكي. خالص. اوكي. وموضوع ان انا اعيد اقعد اهد حيطان وابني ده، انا الواحد مش عايز وجع، يعني الواحد عايز يستلم حاجه هي جاهزه، بحيث ان انا ادخل اخلص بقى اكمل، مش اعيد، مش ارجع لورا خطوتين وارجع تاني امشي من خطوتين فاتوا. طيب نقدر نافورد ان احنا نزود على البرايس بتاعنا حوالي 300,000 جنيه؟ هيفرق معانا في القسط بتاعنا الشهري حوالي 12,000 جنيه، بس ناخد التايب اللي احنا عايزينه بالكيتشن الاكبر. ابعت لك بيمنت بلان تبص وادي عليها. ابعت لك بيمنت بلان تبص عليها. تمام. طيب بعت لي بيمنت بلان وبعت لي ديتيلز اليونت. تحفه. خليني بقى اقول لك على تاني كونسيرن عندك، اللي هو المسافات ما بين العماير، وده سؤال يبين قد ايه حضرتك بتهتم بالديتيلز وفاهم. بص، احنا هنعمل حاجه جميله جدا وخفيفه جدا. انا مش هقول لك اصل المسافه كذا. احنا كل اللي نعمله انك هتفضي لي نفسك ساعه بكره، هنعدي على السيلز اوفيس، هيكون حد مهندس او الاستشاري من جوه البروجكت هيكون معاه الرسومات. نقدر نطلع على المسافه يمينك شمالك قدامك، المسافات ما بين العماير قد ايه. فلو ده بالنسبه لك اوبشن لطيف، او بكره تقدر تفضي نفسك ساعه، خلينا نشوفها لايف، نشوفها من الرسومات الهندسيه. حلو قوي، انا ما عنديش مشكله في القصه دي، بس انا عايز الفت نظرك لحاجه. اتفضل. دي حصلت كتير قبل كده مع ديفلوبرز كتير، انه بيبقى البلان محطوط فيها حاجه، وقت ما الواحد يجي يستلم بيلاقي فيه تغييرات في البلانز دي في الماستر بلان. حلو، انا حلو قوي. ده اضمن حصل ان اللي انا هشوفه ده هو اللي انا هستلمه. والله. الله ينور. بص، ده حصل وبيحصل وهيحصل. بس خليني اوضح لك حاجه. الماستر بلان بيحصل فيها تغييرات، لان المشروع بيقعد يتباع بالعشر سنين، ففي تكنولوجيز جديده بتطلع، في تايبس على حسب الديماند في الماركت. بس في حاجه، انت المرحله اللي بتمضي عليها عقدك مش مسموح للمطور ان هو يغير فيها. لكن كاوفرول ماستر بلان هل بيحصل تغييرات؟ فانا بالنسبه لي، لو بالنسبه لسعادتك الماستر بلان دي ابليكابل واكسبتبل، وانت عاجبك الفيز نفسها تقسيماتها عامله ازاي، وشوت بروسيد، احنا محتاجين نكمل. طيب اخر بوينت، ودي بقى بالنسبه لي الضروريه والمهمه جدا، وده حاجه سائده عند معظم الناس اللي بتشتري حاليا او بتفكر تاخد اكشن. هو شايف ان انا ممكن الاسعار تقل في الدنيا هاديه، احنا حاسين ان في ركود، فممكن الاسعار تقل. معلش خليني اسال حضرتك سؤال، انت شغال ايه ومجالك ايه؟ انا مهندس سوفت وير. مهندس سوفت وير. طب بتنفست في حاجه او بتحوش في حاجه؟ يعني شويه في كل ناحيه كده بانفست، يعني مش ماسك حاجه معينه بانفست فيها، بس بشيل في كذا اتجاه. طيب اي ماركت في الدنيا المفروض الصح فيه انه يبقى عباره عن زي البورصه. فحضرتك قبل كده دخلت بورصه او عندك خلفيه عنها؟ عندي خلفيه كويسه عنها. تحفه جدا، هنفهم بعض. دايما في مقوله يقول لك باي لو سيل هاي، مظبوط؟
مظبوط. حاليا فعلا الديماند في الماركت قليل شويه بسبب الاستقرار اللي حصل وبسبب ان الدولار بدا سعره ينخفض سنه. فده بدا يدينا ادفانتج في حاجه، ان احنا بدانا نشوف الاسعار ما قلتش ولكن البيمنت بلانز بقت اريح واتفردت بشكل كبير. اللي هيحصل كالتالي، الديماند دلوقتي قليل، على دخلة الصيف الجاي ايه اللي هيحصل؟ الديماند هيزيد بسبب العاملين بالخارج، بسبب سيزون الساحل، هنبدا نشوف ديماند بيزيد في الماركت. ايه اللي هيحصل لما الديماند يزيد؟ الاوفرز، الديفلوبر هيلاقي فيه سهوله في البيع، هيبدا يشيل الاوفرز اللي هو عاملها حاليا. فالاوفر بتاع حضرتك اللي على 12 سنه ده مش هيكمل، فجاه تلاقي الديفلوبر بيبيع على 8 سنين و10 سنين. فحضرتك فاهمني يعني انت كلام جميل، كلام جميل. انت اتكلمت في نقطه دلوقتي الديماند. في فاكتور تاني احنا ما اتكلمناش فيه، سعر الدولار، سعر صرف الدولار حاليا بيقل. اوكي. فده برضه هيأثر على سعر اليونتس قدام المفروض يعني. اوكي. فده ازاي هيدخل معانا في الحسبه دي بقى؟ طيب مبدئيا احنا الهيستوري بتاعنا على مدار الفتره اللي فاتت ان العقار في مصر سعره ما قلش. واما لقينا الدولار نزل، الديفلوبر عمل ايه؟ اتجه بدل ما يعيد اعاده التسعير، بدا يلعب في الام بي في او الشيت بتاع الانترست ريتس، وبدا ان هو يفرد لك البيمنت بلان دي بشكل اكبر شويه، بحيث انه يحافظ على الانفسترز او الناس اللي استثمروا معاه الفتره اللي فاتت او السنين اللي فاتوا، وانه يدي فرصه للمستثمرين جدد ان هم يدخلوا الماركت. فاحنا مبدئيا الدولار هو مش بينزل بنزول قوي وواضح حتى اللحظه، وما عندناش اي مؤشرات بتقول ان السعر هينزل، خصوصا ان احنا شفنا زي الفتره اللي فاتت الدعم بيتشال على المحروقات فالاسعار مش بتنزل، هي بالعكس الاسعار بتزيد، بس ما بتزيدش زي الفتره اللي كانت موجوده قبل كده. فاللي بيحصل دلوقتي ان احنا عندنا هدوء في حركه العرض والطلب، وده اللي خلى مطورين كتير يبداوا يطلعوا اوفرز اول مره يطلعوها 10 سنين و12 سنه و14 سنه، وونس ما الماركت يرجع ستيبل تاني الناس هتلاقيها بتتحرك. وده اللي بيحصل في اي بورصه في العالم. دايما الناس وقت ما الدنيا بتبقى داون او وقت ما الدنيا هاديه الناس بتبقى مقموصه ما بتاخدش اكشن. لكن ليه 2023 مثلا في الريل استيت كانت سنه طفره في الريل استيت في مصر؟ لان الاسعار كانت بتزيد كل يوم، فالناس كلها كانت بتدخل بتشتري. فونس ما الاسعار هتبدا تزيد تاني، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي في بانيك والناس كلها بتشتري، هتلاقي الاوفرز دي كلها المطورين مش مضطرين يعملوا الاوفرز الطويله دي خالص. فانا شايف ان دلوقتي وقت فيري بيرفكت. فانا شايف لو احنا بالنسبه لنا التايب الجديد ده عاجبك، وبالنسبه لنا البيمنت بلان بتاعته مريحه، وبعد ما نشوف مع الاستشاري الهندسي ونشوف المسافات ما بين العماير والموضوع ده بالنسبه لك ابليكابل، انا شايف ان احنا محتاجين نبروسيد في اسرع وقت. تمام، انا معاك. فاضي بكره؟ معاك ان شاء الله باذن الله. نتقابل 7 في السيلز اوفيس. اتفضل. باذن الله ان شاء الله. خلاص اشوفك على خير، هبعت لك اللوكيشن دلوقتي حالا، واشوف حضرتك على خير ان شاء الله.